تتفرج على فيلم ولا مسلسل؟ طب بتحب انهي اكتر؟ فيلم بيخلص في ساعتين ولا مسلسل 30 حلقة؟ الفرق بين الفيلم والمسلسل ان الفيلم بيقدم لك حكاية مسلية بتخلص في 120 دقيقة. بس هل الفيلم بيقدر يقدم لك التفاصيل الكافية اللي انت تقدر تفهم بيها الحدوتة دي؟ دي نقطة بيتفوق فيها المسلسل على الفيلم. انت عشان تتفرج على اي فيلم لازم تدخل السينما وطبيعي تقطع تذكرة ب100 جنيه. اما المسلسل فانت عشان تشوفه محتاج تقعد في بيتك قدام التلفزيون. ولو زهقت من اعلانات التلفزيون قدامك النت يا باشا. فترة الألفية الأولى كانت السينما المصرية بتقدم أفلام دهب تتشاف أكتر من مرة. يمكن جيل الفترة دي زي هنيدي وحلمي وكريم عبد العزيز كان محظوظ بوجود كتاب أذكياء قدروا يقدموا لينا حكايات لسه معلقة في دماغنا لحد النهاردة. حد يقدر ينسى إفيهات فيلم ثقافي دي لسه بترن في ودانا لحد دلوقتي. بس دلوقتي لو جيت سألت نفسك هي إيه أحسن الأفلام اللي قدمتها السينما المصرية في آخر 10 سنين، يمكن تلاقي فيلم واحد أو فيلمين بالعافية زي مثلا فيلم الفيل الأزرق أو تراب الماس. عكس بقى الأفلام التانية اللي كلها أفلام مقاولات لا قصة ولا مضمون. في نفس الوقت اللي حصل فيه انهيار في السينما المصرية في الوقت دوت الدراما كانت بتشهد انتعاش كبير جدا. حالة الانتعاش دي حصلت في الدراما بسبب وجود نجوم تقال قدروا يحجزوا لنفسهم مكان مع الأسرة المصرية كل سنة في رمضان زي يوسف الشريف ومصطفى شعبان ونيلي كريم وغيرهم. ودلوقتي هنكلمكم عن أحسن المسلسلات المصرية اللي اتعرضت في آخر 10 سنين. نبدأ بمسلسل ذات. في رمضان 2013 بتقدم نيلي كريم أول بطولة ليها في عالم الدراما بمسلسل بنت اسمها ذات. المسلسل بيحكي لينا عن ذات اللي بتعاصر كل رؤساء مصر بداية من محمد نجيب لحد حسني مبارك. يمكن أكتر شخصية شدتني للمسلسل شخصية عبد المجيد أوف كورس اللي قدمها لينا باسم سمرة عشان يكون الدور ده علامة مهمة في رصيده الفني. أقدر أقول لكم إن قصة حب ذات وعبد المجيد بتنافس في جمالها قصة حب عبد الغفور البرعي وفاطمة كشري. الاتنين ما يتخيروش عن بعض في البساطة والجمال والشياكة. انتصار في المسلسل ده قدمت دور عمرها وقدرت تقنعنا انها ممثلة شاطرة وعندها كتير. المسلسل حقق نجاح كبير اوي وقت عرضه ويعتبر من احسن الاعمال الدرامية اللي انت ممكن تشوفها اكتر من مرة بدون اي زهق. سنة 2018 بيقدم لينا مصطفى شعبان تجربة درامية مميزة بمسلسل أيوب. في الوقت ده كان مصطفى بيقدم نوع معين من المسلسلات اللي هي اللايت كوميدي اللي كانت فيها نقطة متشابهة إن مصطفى في المسلسلات دي عنده علاقات نسائية كتير. فاكرين أغنية مصطفى شعبان هيجنن النسوان؟ في أيوب مصطفى شعبان غير جلده تماما. المسلسل غلب عليه اللون التراجيدي وكان شهادة ميلاد جديدة لمصطفى شعبان في عالم الدراما. وبسبب نجاح أيوب بيقرر مصطفى إنه يقدم عمل تاني من نفس النوعية دي. وبنشوف في رمضان 2019 مسلسل أبو جبل اللي اتمثل بنفس فريق عمل أيوب تقريبا، لكن أبو جبل ما كانش أحسن من أيوب. في رأيي المسلسل كان فيه شوية تمطيط وملل على عكس أيوب اللي رتمه كان سريع طول الوقت وكل حلقة فيها مفاجآت وأحداث جديدة. بس ده لا يمنع إنه مسلسل جيد ومن أحسن أعمال مصطفى شعبان. ولسه مكملين كلامنا مع مصطفى شعبان او خلينا نقول سعيد اللي اتعدى من ابوه الحاج متولي وقرر انه يتجوز 4 في مسلسل الزوجة الرابعة اللي اتعرض في موسم رمضان 2012 اللي هو يعتبر محاكاة حديثة لقصة الحاج متولي ومغامراته مع نسوانه ال4. وبالمناسبة في نفس الموسم ده شفنا جيل جديد من الأبطال ظهر في عالم الدراما. يمكن أبرز واحد في الجيل ده يوسف الشريف اللي مسلسلاته عملت نقلة كبيرة في الدراما المصرية وممكن كمان نعمل له فيديو لوحده. ومن نفس الجيل شفنا عمرو يوسف وأمير كرارة ومحمود عبد المغني اللي قدموا لينا مسلسل طرف تالت اللي هو يعتبر واحد من أحسن مسلسلات الدراما الشعبية اللي اتعملت. وفي الحقيقة النص ادى لكل واحد من الأبطال التلاتة حقه ومساحته المناسبة. كل ده ساهم إننا نشوف ثلاثية مميزة كانت هي سبب نجاح المسلسل. وفي نفس الموسم شفنا بداية مغامرات يوسف الشريف الدرامية في مسلسل رقم مجهول. خلينا نقول إن بعد المكالمة الغريبة اللي جات ليوسف في المسلسل ده شكل الدراما المصرية اتغير وبقى بيميل لنوعية الإثارة والغموض والجريمة اللي بتتميز بها الأعمال الغربية. وبنشوف تاني مغامرات يوسف الشريف في مسلسل اسمه مؤقت اللي كان مليان ألغاز. قصة المسلسل هنا فيها شوية من فيلم الشبح، نقدر نقول إنها نفس التيمة. شخص بيفقد الذاكرة وشخصيته مجهولة ولكن الكتابة في اسم مؤقت كانت أفضل. عايز أقولك إن أحسن حاجة في المسلسل ده قفلات الحلقات وكأن الكاتب كان بيتحدى نفسه إن المشاهد هيغرق وهو بيشوف المسلسل. وبتستمر مغامرات يوسف الشريف في سنة 2014 بس المرة دي مغامرة يوسف كانت دموية وعنيفة شوية. مسلسل الصياد اللي ناس كتير بتعتبره أحسن مسلسل ليوسف الشريف ومش بس كده ده كمان في نقاد كتير صنفوا المسلسل ده على إنه أحسن عمل درامي اتعمل في آخر 10 سنين. تيمة القاتل المتسلسل تيمة ما تقدمتش كتير في الدراما المصرية بعكس الدراما الغربية اللي كان فيها أعمال زي ديكستر. نصيحة ليك لو متحبش تتعب دماغك في التفكير أو بتكسل تفكر ما تتفرجش على الصياد أو ما تتفرجش على أي حاجة ليوسف الشريف عموما.
وفي 2015 بيقتحم يوسف الشريف عالم الصحراء وبيقدم لينا مسلسل لعبة إبليس اللي شفناه بيلعب فيه دورين. المسلسل كان مشوق وكان فيه سسبنس وكمان كان فيه شوية لايت كوميدي حلو شفناها في شخصية أدهم. خلاصة الكلام، يوسف الشريف هو أكتر ممثل نجح في الدراما البوليسية، ومينفعش نجيب سيرة المسلسلات البوليسية من غير ما نتكلم عن مسلسل كلبش. في رمضان 2017 شفنا أول جزء من مسلسل كلبش، ومن وقتها الجمهور اتعلق بشخصية سليم الأنصاري وحبوها. شخصية سليم الأنصاري في قوته وهيبته بتفكرك بالأبطال القدامى اللي احنا كنا دايما بنسمع عنهم، زي أبو زيد الهلالي وعنترة بن شداد وغيرهم. وبسبب نجاح كلبش صناعه قرروا إن هم يستغلوا النجاح ده ويعملوا جزء تاني وتالت، بس هما معرفوش يستغلوا النجاح ده، دول حلبوه. الجزء التاني والتالت كانوا مملين جدا، وكويس ان السلسلة قفلت على الجزء التالت وما كملتش اكتر من كده. في رمضان 2022 اتعرض مسلسل جزيرة غمام. المسلسل من بطولة طارق لطفي وأحمد أمين. المسلسل بيتكلم عن قصة الصراع الأزلي بين الإنسان والشيطان، وده اللي بنشوفه في حدوتة جزيرة غمام. وناس الصراع بيكون بين شخصية خلدون اللي هو الشيطان يعني وشخصية عرفات. ناس كتير شبهت شخصية عرفات بالمسيح، وده بسبب لأنه عنده قدرات غير عادية. يعني مثلا عرفات بيقدر يعدي من الحيطة، كمان بيقدر يختفي فجأة ويروح لمكان تاني، وهكذا. المسلسل كمان مليان رمزيات، يعني مثلا في أول المسلسل بنشوف خلدون وهو رايح لجزيرة غمام عن طريق البحر، وبكده احنا عرفنا إن خلدون هو الشيطان، لأن عرش الشيطان هو البحر. فبكده مش محتاجين نعرف مين هو خلدون بالظبط وليه جاي جزيرة غمام. طارق لطفي في المسلسل ده كان مرعب يا جماعة، أنا كنت حاسس إنه شيطان بجد وبيوسوس ليا. طارق قدم أداء احترافي في شخصية خلدون، خلاه ينافس غيره من الممثلين المصريين اللي قدموا شخصية الشيطان، زي يوسف وهبي في سفير جهنم، ويحيى الفخراني في ونوس، والمليجي في موعد مع إبليس، وغيرهم. مسلسل جزيرة غمام يعتبر من الأعمال الدرامية المهمة اللي رجعت المسلسلات السعودية هيبتها بعد ما كانت الهبة دي رايحة بمسلسل نسر الأغراب اللي كان كارثة وقتها. لو عجبكم الفيديو دوسوا لايك واشتركوا في القناة، وياريت كمان تفعلوا زر الإشعارات عشان يوصلكم كل جديد.